عليه وسلم. وهكذا إخواني في الله هذه الدورة كما هو معلن لها باسم دورة الشيخ أبي عبد الله عبد الرحمن العدني رحمه الله الأولى. هذا الشيخ الذي يعرفه الجميع، الذي كان له فضل كبير بعد الله سبحانه وتعالى في نشر العلم وفي تعليم إخوانه في هذه البلاد وما جاورها، بل في جميع البلدان الداخلية والخارجية. له طلاب كثر في الداخل والخارج أخذوا عنه صنوف العلم وأبواب الفقه كثيرا، زمن شيخنا أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي. وأذكر لكم لمحة علمية عن فقه هذا الرجل وعلم هذا الرجل، إذ يحسن بنا نحن في دورة باسمه أن نعرف لهذا الشيخ حقه ونترحم عليه رحمه الله. كما قال بعض الشيوخ من شيوخ الأندلس لبعض طلابه: ما لنا نراكم تأخذون العلم عنا ولا تترحمون علينا، ما لكم تأخذون العلم عنا ولا تترحمون علينا. هذا الشيخ كما هو معلوم عبد الرحمن بن عمر بن مرعي بن بريك العدني، مولدا رحمه الله، ارتحل لطلب العلم في أواخر الثمانينات، وأخذ العلم عن الشيوخ، لا سيما الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله، الذي كان يجله ويقدمه ويقدره ويحيل عليه، حتى أن شيخنا مقبلا رحمه الله إذا تعب من الإجابة على بعض الأسئلة أو من الدرس أقام شيخنا أبا عبد الله عبد الرحمن رحمه الله ليكمل الدرس أو يجيب عن الأسئلة التي يسأل عنها. وكان رحمه الله في أواخر حياة الشيخ مقبل رحمه الله كان شيخنا يجلس تحت الكرسي، تحت هذه الماسة، مثله مثل الأطفال يقرب. كنا نجلس جانبا أنا وهو كذا بعيد، لكن هو تقدم حتى صار يجلس عند ماسة الشيخ، عند قدميه لأدبه مع شيخه وتواضعه رحمه الله. هذا الشيخ حباه الله بالذكاء والمثابرة والصبر على الأمراض والأسقام والبلايا. أوذي لأجل طلبه للعلم في دماج حتى وصلت الأيدي إليه، لأجل العلم وصلت الأيدي بالضرب إليه لأجل العلم. فكر رحمه الله تلك الأيام القديمة وهو شاب لشدة هذه الأذية وشدة البلية أن يرجع إلى عدن ويترك طلب العلم، فكان يجمع ثيابه في الليل ويذهب إلى المسجد، مسجد دماج، مسجد الطلاب الشيخ مقبل، فيصلي الفجر، ينتظر أن يرتحل مع السيارات. وبينما هو يصلي الفجر قال رحمه الله: أسمع الآيات القرآنية فيرتاح قلبي وأصرف نظر عن ترك دماج وطلب العلم، فأمكث جالسا حتى الشروق ثم آخذ متاعي وأرجع إلى السكن. تلك الأيام كان عازبا رحمه الله. هكذا رحمه الله صبر وصابر ودرس في صنوف العلم في العقيدة والتوحيد والنحو والفقه والتفسير وغير ذلك على شيخه وعلى جماعة من شيوخ آخرين. ثم تصدى للتدريس فدرس إخوانه في صنوف وأبواب العلم أيضا، درسهم في الفقه ودرسهم أيضا في أصول التفسير وفي شروح الأحاديث
وهكذا في العقيدة وفي التوحيد، حتى أنه درس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 20 مرة في دماج، أكثر من 20 مرة زمن شيخنا مقبل ابن هادي رحمه الله. المهم لا أريد أن أطيل، فإن لهذا بابا آخر في الترجمة الذي أريد أن أصل إليه في ذكر عقيدته واختياره الفقهي. أخلاقه وسلوكه يشهد له القاصي والداني بلين الجانب والرحمة والشفقة على إخوانه، بل وعلى عموم المسلمين. نعم، وكان متواضعا زاهدا، عازف عن الدنيا وعازف عن الأموال. ولطالما كان يقيمه شيخنا مقبل رحمه الله ينصحنا في درس المغرب، فتجد أكثر كلامه في الزهد في الدنيا لطالب العلم وعدم الخوض في المال، بل يذكر تلك الأحاديث في زهرة الدنيا ويحذر منها ويذمها كما ذمها الله سبحانه وتعالى لطالب العلم خاصة. وأن طالب العلم قد تصدى لهذا الأمر العظيم وهو أحد قسمي الجهاد، فعليه أن يصبر ويصابر ويطلب الثواب من الله سبحانه وتعالى. عقيدته سلفية صافية نقية، فهو على منهج الكتاب والسنة وعلى منهج سلف الأمة. ومن قال غير ذلك فإما أنه جاهل بحاله لا يعرفه، وإما أنه وصل له أخبار من بعض الوشاة والحساد والحقاد في الطعن فيه، لما فتح الله عز وجل على يديه من علم وتعليم وإقبال الطلاب والمسلمين عليه في هذه البلاد وفي غير هذه البلاد. إخواني في الله، ما نزل منزلا إلا والناس يحبونه ويكرمونه ويسألونه، وسمعته تصل قبل أن يصل هو بنفسه. فعقيدته رحمه الله صافية نقية، فهو سلفي في باب الأسماء والصفات، سلفي في باب القرآن وأنه كلام الله ليس بمخلوق، منه بدأ وإليه يعود، سلفي في باب الرؤية، سلفي في باب القدر وأفعال العباد، سلفي في الأمور الغيبيات من خلق الجنة والنار والصراط والحساب ونشر الدواوين وعذاب القبر ونعيم القبر وغير ذلك، في باب الكلام على الصحابة رضي الله عنه وأرضاه أو رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذه عقيدته، هذه دروسه. درس في الواسطية وفي اللمعة، ودرس في القواعد الأربع والأصول الستة وكتاب التوحيد والحائية واللامية. هاتوا لنا شيئا يخالف منهج سلف الأمة في باب العقيدة وفي باب الفقه وفي باب الأخلاق والسلوك. وليس هو بمعصوم، هو بشر، لا ندعي له العصمة كما تقول الرافضة عن ساداتها وشيوخها، كما تقول الصوفية أيضا. هو بشر يخطئ ويصيب، يجهل ويعلم رحمه الله، ولكن هذا الذي أعرفه من قديم ومن حديث. فعقيدته كما قلت لكم سلفية صافية نقية في تلك الأبواب. وهكذا إخواني في الله، فقهه من أحسن الفقه، واختياره من أحسن الاختيار، وأصله الذي يبني عليه فقهه رحمه الله الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. يبني اختياره وترجيحه وقوله بعد أن يمر على هذه الأصناف الأربعة. ولا تستغربوا إخواني في الله
كان إذا عرضت له مسألة في البحث أو في الشرح يأخذ هذه المسألة فينظر في كتاب الله عز وجل وما ذكر العلماء في اختلافهم حجة من كتاب الله، فينظر في هذه الآية التي ذكرها العلماء دليلا لهذه المسألة أو لهذا القول، فيأخذ هذه الآية ويذهب ويفتح كتب التفسير فينظر في كتب التفسير ما قال السلف في تفسير هذه الآية، هل ذكروا هذه الآية في هذه المسألة واستدلوا بهذه الآية على هذا القول. ثم إذا كان الخلاف قويا نظر في أسانيد التفسير، فإذا جاء وقالوا هذه الآية قال بتفسيرها كذا وكذا ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والحسن وسعيد وفلان، ذهب ينظر في أسانيد وطرق هذه الأقوال كلها، فينظر الأسانيد إلى ابن عباس ويدرسها، هل صحت هذه الطرق عن ابن عباس أم لا؟ فإن صحت قال صح هذا التفسير عن ابن عباس، وإن لم يصح يقول روي عن ابن عباس والأسانيد لا تصح عنه في تفسير هذه الآية. وهذا كثير معروف بالاستقراء. وهكذا ينظر بقية أقوال السلف بأسانيدها، فإن صح التفسير عن الصحابة عن التابعين أو عن بعضهم دليلا لهذه المسألة بهذه الآية قال صح هذا القول عن فلان وفلان. مثال ذلك إخواني في الله كما سيأتي معنا إن شاء الله مس المتوضئ للمرأة. إذا توضأ الإنسان ومس امرأته من غير حائل، يعني ليس من فوق الثياب، من البشرة إلى البشرة مباشرة، هل هذا اللمس والمس ناقض للوضوء أو لا؟ هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال كما تعلمون، أناس يقولون بالنقض، وناس يفصلون بشهوة بغير شهوة، وأناس يقولون لا ينقض مس المرأة مباشرة ولو كان لشهوة، إلا أن يخرج من هذا الرجل شيء من المذي أو المني فينقض ذاك الخارج. هذه المسألة من المعارك بين العلماء من السلف والخلف، ولهذا دليل والذين استدلوا بأن مس المرأة من الرجل المتوضئ ناقض للوضوء استدلوا بتلك الآية التي في النساء وفي المائدة أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فقال لامستم، قالوا إيش؟ مسستم، لامستم أي مسستم البشرة بالبشرة، فعليكم أن تتيمموا إن لم تجدوا ماء، وإن وجدتم ماء توضؤوا. قالوا دل هذا على نقض الوضوء. والجواب كما قال رحمه الله أن المس هنا في آية النساء والمائدة هو الجماع، ليس هو اللمس هذا الذي نحن نعرفه باليد، إنما المس هنا بمعنى الجماع، كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى والقرآن يفسر بعضه بعضا. وهذا من أقوى التفسير وأوائل خطوات التفسير. قال الله سبحانه وتعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم إيش تمسوهن. إيش معنى تمسوهن هنا؟ الجماع بلا خلاف. والآية الأخرى التي في البقرة وفي الأحزاب. إذن المس في القرآن وفي السنة معناه الجماع. فالآية التي في المائدة والنساء هنا أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء أي جامعتم النساء، فعليكم أن تغتسلوا، ما وجدتم ماء للاغتسال فعليكم إيش؟ أن تتيمموا. قال رحمه الله وهذا الشاهد، قال صح هذا التفسير عن ابن عباس وعن الحسن البصري، صح هذا التفسير عن ابن عباس. فعلا تراجع الأسانيد إلى ابن عباس في تفسير ابن جرير بن أبي حاتم وغيره تجد أن الإسناد صحيح عن ابن عباس. سئل عن هذه الآية عن اللمس قال ليس هو اللمس إنما هو الجماع. وهذا القول رواية الإمام أحمد وقول جماعة
من السلف والخلف. إذن انظروا كيف يبني قوله في إذا جاء دليل في مسألة من القرآن يذهب ويبحث في تفسير هذه الآية وفي أسانيد هذه التفسير. هذا شاق. ويعمل أيضا في القرآن في الأدلة العام والخاص والناسخ والمنسوخ. ثم إخواني في الله السنة ينتقل إذا ذكروا في المسألة حديثا، وهذا الحديث على قسمين اثنين، إما أن يكون في البخاري ومسلم أو في أحدهما، وإما أن يكون خارج البخاري ومسلم. فإذا كان في البخاري ومسلم أو في أحدهما لم يكتفي بوجوده في البخاري ومسلم، لعلمه أن العلماء من قبل قد انتقدوا على البخاري وعلى مسلم بعض الأحاديث، فيذهب وينظر في كتب العلل والانتقاد هل هذا الحديث مما أعله العلماء وتكلموا عليه أم لا. انظروا، هذا بحث آخر شاق في كتب العلل. فإن وجده صحيحا لا مرية فيه أخذ به وقال به. ليس هذا تشكيكا في الصحيحين عباد الله، إنما هذا تحقيق وليس تشكيك لما تقدم. وإذا كان الحديث في خارج الصحيح نظر في سنن أبي داود في المعاجم والمسانيد، جمع طرق هذا الحديث وشواهد هذا الحديث ودرسها وتكلم على الرجال، ثم يخلص بحكم بعد هذا البحث الشاق المتعب في هذه الأحاديث، ويخلص أن الحديث صحيح أو حسن أو نحو ذلك، أو أنه ضعيف ولا يصح. وأذكر مرة في وسط التسعينات كان يدرسنا المرة الثانية في الدراري البهية، فمكث 3 أيام وهو يقرأ علينا البحث ويتكلم على أحاديث تخليل اللحية في الوضوء، قرابة 20 حديثا في تخليل اللحية جاءت، درسها كلها بطرقها وشواهدها، وكان يقرأها علينا. هذا الطريق جاء عن عثمان وله 3 طرق. الطريق الأولى خرجها الطبراني وابن ماجه والبزار من طريق فلان بن فلان، وهذه الطريق ضعيفة فيها فلان بن فلان متروك، طريق الثانية، وهكذا انتهى من حديث عثمان. ثم ينتقل إلى حديث أنس، إلى حديث أبي سعيد، إلى حديث كذا، إلى حديث. 3 أيام من ساعة وهو يقرأ علينا ويتكلم على أحاديث تخليل اللحية. في اليوم الرابع جاء وذكر لنا المسألة الفقهية بفروعها. انظروا إخواني في الله، هكذا كان رحمه الله. هكذا أحاديث البسملة أول الوضوء كما سيأتي، قرابة 10 أحاديث تكلم عليها في يوم أو يومين، هذا قديما. فلما جاء إلى هذه البلاد رأى أن الناس غير أولئك الناس، وأن العلم قل والهمم قلة، فكان يختصر للناس، يقول هذا الحديث له عدة طرق، والخلاصة أنه لا يصح منه شيء، وهكذا. فهكذا إخواني في الله كان يأخذ العلم ويحقق المسألة والحديث. ثم إخواني في الله ينتقل إلى الإجماع، ينظر المسألة هل ذكر فيها إجماع أم لا. فإذا ذكر فيها الإجماع ينظر في كتب الفقه المقارن، وهكذا في كتب الفقه المسندة. عندنا نوعان من كتب الفقه إخواني في الله، تذكر الخلاف الفقهي والأقوال الفقهية عن السلف. كتب تذكر الخلاف مع الفروع بدون الأسانيد، مثل ماذا؟ مثل المغني والمجموع وهذه الشروح الأخرى. هذه كتب فقه مقارن، وتذكر الأقوال والخلاف بغير ماذا؟ بغير أسانيد إلا القليل. وهناك نوع آخر من كتب الفقهية تذكر الخلاف بالأسانيد، مثل مصنف عبد الرزاق، يبوب
باب البول قائما، قال حدثنا الثوري قال حدثنا كذا قال كذا وكذا عن الصحابة وعن التابعين. وهكذا مصنف ابن أبي شيبة كذلك كتاب فقهي ولكنه على الأسانيد، فيذهب وينظر في هذه الكتب الفقهية المسندة وينظر هل صح هناك خلاف فلان أو علان. فهكذا إخواني في الله يبني قوله واختياره، فإن صح وأنه لم يطلع على الإجماع على الخلاف قال نقل في هذا الإجماع، كما في كثير من المسائل يعتد بهذا الإجماع الذي لا يعرف فيه خلاف. وإن عرف الخلاف ذهب ونظر هل صح هذا الخلاف بسنده، هل كذا وكذا، فإذا صح رجح بين الدليلين. فهكذا إخواني في الله فقهه رحمه الله، هكذا يبني اختياره في كل مسألة يمر على هذه الأمور كلها وغالبها، فأينا يستطيع ذلك؟ وهكذا الفروع الفقهية، فروع المسائل يمر على هذا كله. إن وجد خلاف في آية قرآنية، في حديث نبوي، في كذا، يذهب ويحقق مثل هذا كله في كل مسألة، ثم بعد ذلك يقول الراجح هو قول كذا وكذا لما مر معكم. فأين هؤلاء اليوم المتفقهة الذي يأخذ له بعض الملازم بعض الأشرطة وجلس وقال هذا صحيح وهذا ضعيف وهذا ماذا، هذا القول هو الراجح وهذا الصواب ونحن شافعية، ومن هذا الكلام أين هؤلاء من هذا رحمه الله؟ فنعلم أن اختيار الشيخ لأموره الفقهية واختيارته الفقهية ليس بالأمر السهل، وليس كما كان يقول الحجوري أن عبد الرحمن يدرس الفقه، نستطيع أن ندرس نساءنا يدرسن هذا الفقه، يستطيع أي مرأة ما يستطيع. هذا كذب. مثل هذا الفقه، مثل هذا البحث في كل مسألة ما يستطيعون. وأين هم من هذا إلا أن يشاء الله. لا أعني أن مثله غير موجود في العالم، بلى هناك علماء وفقهاء أعلم من شيخنا رحمه الله وأتقى من شيخنا رحمه الله، لكن هكذا كان يبني فقهه واختياره، ليس جزافا كما قال الحقاد أو الحساد، وأنه يأخذ من كتاب أو كتابين، ما يأخذ من هذا، إنما يمر على هذه المراحل كلها. هذا دقيقتين 6 دقائق. وهكذا إخواني في الله شيء أخير أذكره هنا، من رماه من حساده وحقاده ومن جهال طلبة العلم أنه ظاهري، يأخذ بالأقوال الشاذة ويأخذ بقول الظاهرية، وهذه شتات هو بريء منها رحمه الله. وهذه التهمة كان يتهم بها شيخنا مقبل رحمه الله ومن قبله كالعلامة الألباني وغيره. وأريد أن أقول لإخواني طلاب العلم هنا أن الأخذ بظاهر الكتاب والسنة، بظاهر الحديث، هذا هو مذهب الصحابة والتابعين ومذهب سلف الأمة بلا خلاف، كما نقله الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، أن الأخذ بظاهر القرآن، الآية القرآنية، وبظاهر الحديث، هذا هو مذهب السلف إخواني في الله. ولا يجوز الخروج عن ظاهر الحديث أو الآية القرآنية إلا بدليل صحيح، وهذا في باب العقيدة أو في باب الفقه أو الأخلاق والسلوك. هذا هو أصل سلف الأمة، الأخذ بظاهر الحديث وبظاهر الآية القرآنية. لكن ما هو الخلاف بين السلف وبين الظاهرية؟ إن شاء الله يكون معروف مذهب الظاهرية
عند أكثركم. سلف الأمة يأخذون بظاهر الحديث والآية مع النظر إلى المعنى، إلى معنى الآية ومعنى الحديث. وأما الظاهرية كابن حزم ومن على شاكلته رحمه الله يأخذون بظاهر الحديث واللفظ، لا ينظرون إلى المعنى، لا ينظرون ولا يعتبرون بالمعنى، ولو كان المعنى معكوس، ولو كان المعنى بعيد، فيقولون بظاهر اللفظ. هذا الفرق. مثاله: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الإيش؟ الراكد أو الدائم، من حديث أبي هريرة ومن حديث جابر وغيرهما. نهى أن تبول في بركة، نهى أن تبول في حفرة فيها ماء، في البير التي فيها هذا الماء. هذا حرام لا يجوز، كما هو الراجح من قولي العلماء واختيار شيخنا أبي عبد الله رحمه الله. لا يجوز لك أن تبول فيها، لكن هل يجوز لك أن تبول في قصعة، في إناء، ثم تصب هذا البول داخل البركة داخل الماء الدائم؟ هل هذا الفعل جائز؟ عند السلف هذا الفعل غير جائز، حرام. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الماء الراكد أو الدائم، سواء بلت فيه إيش مباشرة، أو بلت في قصعة وإيش وصببته، هذا بول. إذن هذا نظر إلى المعنى، نظر إلى المعنى وهو التنجس ووقوع البول سواء مباشرة أو من الإناء. الظاهرية إيش يقولون إخواني في الله؟ الذي يحرم أن تبول مباشرة، أما إذا بلت في إناء وصببته إيش هذا عندهم؟ هذا جائز. قالوا: ما شاء الله، هذا ما عليه إثم ولا شيء. انظروا، ما نظروا إلى المعنى. إيش معنى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد؟ ألا يتنجس البول، لا تحرم الناس من النفع فيه، وأن يقع البول فيه سواء مباشرة أو بماذا؟ أو بالإناء. هذا هو الفرق بين أخذ السلف بظاهر الحديث والقرآن وبين مذهب الظاهرية. الظاهرية لا ينظرون إلى المعنى. ولهذا في نفس المسألة إيش قالوا؟ إيش قال الظاهرية؟ قال: إذا بال مباشرة فهو آثم، لكن إذا تغوط، تعرفون إيش تغوط؟ يعني تبرز، خرأ. قالوا: إذا خرأ داخل البركة جائز عادي، ما عليه شيء. وذا الثاني جاء وخرأ، وذا الثالث جاء وخرأ، قالوا ما عليهم شيء، ما شاء الله. أين يذهبون؟ لكن السلف إيش قالوا؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول، تمام، وهذا البول أخف من إيش؟ من الغائط. إيش أشد نجاسة، البول ولا الخرأ؟ الخرأ. قال: إذن نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم عن تحريم البول، بالتالي من باب أولى أن يحرم إيش؟ الخرأ، أن تتغوط داخل البركة وداخل الخزان وهكذا. فإذن هذا هو الفرق إخواني في الله بين أخذ السلف بالظاهر، ظاهر الآية والحديث، وبين ظاهرية ابن حزم والظاهرية. فرميه بهذا القول فرية ما بعدها مرية، وهو بريء من هذا، وما كان ينفرد بقول كما سيأتي معنا، كان يأخذ بالدليل ويأخذ بكلام السلف، ولا يخرج قوله عن قول السلف. فهذا خلاصة فقه هذا الشيخ رحمه الله، وهكذا كان يبني قوله واختياره.